اليوم عم بلش الفلوج بنص الطريق لانه وصلت على امريكا الاسبوع الماضي وفالي الاسبوع الجاي، بس انا اليوم جاي عبالي اعمل فلوج لانه الاسبوع الماضي كانوا امي وخيي هون، فكلن هون ضاهرين ما عندي وقت اني اصور ولا كنت عم صور بس ما عم ركبهم كفلوج. اليوم رايحة على كذا محل عندي صايمة بس اجتني هيك طاقة انه جاي عبالي اظهر، فأول شي جاي عن تارجت لانه خيي عنده عادة كتير غريبة اللي هي انه ما بينتبه لما يكون بالمحلات وبيسرق، مش بيسرق، بيستعير السلات تبعهم. اوكي، فهو كان من كم يوم جاي على تارجت بالليل وجاي بغراض ما بعرف شو، ووصل على التشيك اوت ما كان في موظفين، ففات هو على السلف تشيك اوت، فهو عمل تشيك اوت لحاله، اخذ الغراض وحطهم بالسله وجابها معه بالسيارة. هو عامل نفس الشيء بكندا كمان كذا مره. قلت له خلص اتركها انا، بس انت تفل بيجي على تارجت وبرجع لهم السله. فهيك عم بعمل. هي هون معي، هي هون، يلا بفقعني بس بطلع فيها بتذكر. هاي اول مهمة. تاني مهمة كمان بدي امرق عن تي جي ماكس. انا هلا ببلازا فيها تارجت، تي جي ماكس، التا وسيفورا، فرح روح على كل المحلات. بتي جي ماكس اختي كانت موستني قالت لي في كل التيك توك والانستغرام وهيك دايما بيحكوا عن وجه زادين اللي بيكونوا كلهم خرز، فوستني عليه. قلت بس روحي شوفي كل شي خرز صوري لي اياهم وانا بنقي شو بدي. فنقيت هيدا. جيت انا على البيت وعم بتأمله لقيت انه 3/4 الخرزات، ما بعرف اذا حيبينولكن بس انه منتفين، وبرجع بفوت على تي جي ماكس بشوف اذا مش نفس الجسدان بس شي بيشبهه، انه مازال بعده هو وبالمحل وعم بفرط كيف بس نلبسه. كمان بدي اروح على انثروبولوجي، بس ما بعرف اذا في انثروبولوجي قريب. طولوا بالكم هات لشوف وين في اقرب انثرو. حابة اجيب شي للبيت، عندهم كتير اشياء حابة للبيت. اقرب واحد اوكي منه هالقد بعيد، 8 كيلو، 19 دقيقة. اوكي بس خلص من هالبلازا بنروح على تيكولوجي. وهيك ما عادش صورت بتارجت لانه دقت لي مام وضلينا على التليفون شي 25 دقيقة هيك شي. حتى الاشياء اللي كنت عم دور عليهم ما كنت عم لاقيهم، ما بعرف اذا كنت ملتهية مع مام او لانه ما بعرف مش موجودين. كمان لانه اليوم نهار الجمعة فكل الايلز موظفين وعم بيعبوا اغراض I think restocking قبل الويكند، يعني حتى ما كنت عم بستحكي اني ادور على الاغراض اللي بدي اياها للسفر. لقيت هودي بسكشن السفر كتير مهضومين. وحدة للوبر ميني لانه انا تيابي بضلوا معلقين عليهم شعر، خاصة اخر فترة كتير عم بهر شعر ما بعرف ليه. عندنا هيدي ميني للكوتونتيج وهيدي وايبس. وكمان جبت هودي البيرسي بيجز، هو كان جيب منهم بلندن و I love them لانه ما فيهم جلاتين they're vegan كتير طيبين. الشي الوحيد بيوتي برودكتس جبت هيدا من فيكيشن، اولاد بيقدروا الايسي. طلعوا الليب بوم وايلد تشيري بيبسي، ما رح اشربها هلا لاني صايمه بس بالليل رح اشربها وام سو اكسايتد. انا فتت على هون في تي جي ماكس وفي مارشلز، فتت على اثنين ولقيت كتير جديد لاختي، بعثت لها مليون صوره ما كان يعجبها ولا شيء ما بعرف ليه، بس هو كتير صعب. انا عجبتني كتير حلوين. كان في واحد كتير مهضوم عليه لوبسترز. جيت هالمسافة كلها على انثروبولوجي، اخي جيت طلع انه الصحن اللي عم دور عليه ما في منه. I think collection قديمة او شي لانه برمت المحل كله. يقول هلا شفت الطريق الرجع على البيت. في كتير عجقة. I think في حادث على الطريق او شي، فقلت بنطر هيك شي 10 دقايق ربع ساعة then بروح بيكون مش الحال مفروض. هلا بنشوف. اوكي هلا صرت فاضية خبركم شو عملنا لاست. قلت لكم انا وصلت الخميس بالليل وامي وخيي وصلوا الجمعة بعد الظهر. هلا مع انه بيتنا مش بعيد كتير عن المطار بالنسبة للمسافة، بس لانه بعد الظهر كان في عجقة سير مش طبيعية، يعني اخذت معنا شي ساعتين وصلنا على البيت. سريع الصوت، انا بباركنج جراج ففي كتير اصوات حواليا. لما اجوا غيروا تيابهم فاتوا على الحمام بلا بلا بلا، قلنا نروح نتعشى. تعشينا سوشي بهالمنطقة اكشلي هون بكلنديل، محل اسمه كريزي روكن سوشي. السبت من الصبح رحنا على بيت اهله للمحروس. هلا مش عايشين بمنطقتنا، هنا عايشين بمنطقة تانية. رحنا على لاجونا. لاجونا هي منطقة سياحية على البحر، ساوث كاليفورنيا. حتى ما كنا عم نستوعب انه قبل بكم يوم كنا احنا بالساعة بالثلج و20 تحت الصفر و30 تحت الصفر، وفجأة صرنا على البحر. كان في مطعم هونيك معروف، ما بعرف اذا مشهور بس انه كتير معروف بالمنطقة، حتى نسيت شو اسمه، كاتش اوف سمثينج، بتذكر هلا بحط لكم الاسم. قلنا بنروح نتغدى هونيك. قالوا لنا ترى ساعتين،
قلنا اوكي نحن هيك بدنا نبرم بالمنطقة، فبننطر الساعتين وبنجي. فاخدنا مثل كان في عندهم مثل ترام واي، فركبنا شي وبرمنا المنطقة كلها. كان كتير حلو المشوار. واخر شي رحنا على المطعم وتعشينا، وكسابت كان وقت ال سانسيت، ونحن ما انتبهنا انه كان فالنتاينز داي. فعلى السانسيت وفالنتاين نحن 6 اشخاص عائلة، انا والمحروس وخيه وامي وامه، 6 اشخاص، طاولة كبيرة وكل اللي حوالينا كبلز. هلا انا صار لي فترة عم جرب اني اكل سمك. بين 10 سنين نباتية ما باكل لا لحمة ولا دجاج. كنت اوقات يعني مرق شوية قرايدس، بس حتى ما كنت اكل سمك. هلا اخر فترة عم جرب اكل سمك. هلا بعدني بقرف من اللحمة والدجاج، بعرف انه نعمة، بس لانه انا صرت نباتية لما مرضت اكلت شاورما وصار معي شو بسموه فيروس، فام تروماتايزد يعني من وقتها. وانا حتى ريحه، يعني في ناس بيقولوا انه ما بتشتاق بس تشم ريحه، ما بيجي على بالك اللحمه والدجاج. بقول لهم نو واي نو واي نو واي. بس انا مشكلتي مع السمك كمان بكره الريحه، فبس عم باكل سمك اللي ما له ريحه، مثل الكود تلابيا قرايدس اوقات، حتى مش كل الوقت. هذا المحل كتير مشهور بالفيش اند شيبس، فجبت فيش اند شيبس and it was so good. وعلى البحر وعلى السانسيت والطقس حلو. and then لحتى رجعنا جينا على بيتنا، لانه نحن بيتنا هون، بيت اهل المحروس هون، والبحر اللي كنا فيه تحت هون. فلحتى رجعنا طلعنا المسافة كلها اخذت معنا ساعتين، يمكن ساعتين ونص. فكان المحروس حرام حاجز شي للفالنتاين، فاتنا الحجز. الأحد كمان كنا معزومين عند أهله. الصبح رحنا عند بوردوز هو مثل كافيه I guess، ببيع كل شي معجنات. بس إذا بقولكن إنه ما كان شي ولا شي مش طيب، كل شي كان طيب. it was so good. حتى البيض ما بحب اكل بيض لاني بقرف من الريحه، لانه الريحه والطعم، بتعرفوا طعمة البيض لما تكون طعمة بيض does that make sense؟ حدا فاهم علي؟ كتير خفيف، ما له طعمة البيض ابدا. it was so good. البيض طيب، الكرواسون طيب، جبنا شي مع فريز وكاسترد كمان كان طيب، القهوة عندهم طيب، ما في شي مش طيب. نحن رايحين على الطريق، كنا نحن بيتنا هون وبيت اهل المحروس هون. على الطريق بنص الطريق في اوتلت اسمه سيتاديل، فمرقنا عليه وعملنا شوبينج. وانا امي كمان كثير بتشجعني، لانه بتشوف شغله بتقول لي ايش بيها، بعتذر بشوف شغله وعم فكر فيها بالله مش مأكده، اللي مبارك كثير حلو عليك اشتريها. فاشترينا، حتى اشترينا نفس الشيء انا وياها، كنا باللاكوست ولقينا سبيدرين كثير حلو. ثقة انه في عندهم سايز تبعي وتبعها، فاثنيناتنا جبنا نفس الشوز. كمان الاحد شو عملنا غير الاحد؟ بالليل جبنا بابيز تاكوز، هن حلال مع انه اصحابه مكسيكيه، بس اي ثينك قريت عنهم شيء، اي ثينك اسلموا شيء، ما بتذكر. كمان حلال، فالشباب اكلوا لحمه وهيك. وانا اخذت بين بريتو مع افوكا. تنين عواصف يعني. والمشكله هون انه ما اننا مجهزين للشتاء، صار يبعثوا لنا اليرت على التليفون انه ما تظهروا، اسم شو تارين تظهروا، خليكم كيس اوف ايفاكيويشن، ما بعرف شو. حسيتهم شو ضخموا الامور كتير. طلعت بالسيارة وظهرنا أنا وإمام، رحنا عملنا شوبينج، تعشينا بمطعم إيراني بباسادينا اسمه هايدر بابا. طلعتها كانت مشمسة ومشتية بنفس الوقت، مش مفهوم الطقس كيف. سألته لخيي إنه أنت your perfect day كيف بيكون؟ لو أنت نهارك المثالي بكاليفورنيا شو بتعمل؟ قال لي الصبح بروح على ماليبو، أنا باكل إن أند أوت، وبروح على بيفرلي هيلز وبتعشى سوشي. قلت له تمام. فاحنا الصبح رحنا على ماليبو. شو الطريق لهونيك كتير حلوة. كل الوقت ماما تقول لي كأننا نحن بلبنان، نفس الوديان ونفس الجبال ونفس هذا كله المنظر. وصلنا على ماليبو ما كان في ولا حدا على البحر، بس نحن. وندمنا انه ما جبنا معنا غيار، لانه كلنا كان جاي على نفوت على المي نتسبح. هلا المي كانت مسقعه، بس كان هديه شايفين المي مش مصدقين. كسرنا على الشط، انه رحنا تغدينا ان اوت. بان اوت كمان مش حلال، فالاوردر تبعنا كان جريل تشيز. هي مثل برجر بس بلا لحمه، فيه الخبزه والجبنه والبصل والبندوره والخس والصوص والكبيس وكل هودي، بس بلا لحمه. انا رحنا على البيت غيرنا ثيابنا، لانه كانت لنا جينز كان كله مي، خبطتنا موجه ووصل المي لفوق الركب. اوكي غيرنا ثيابنا ورحنا على بيفرلي هيلز. كمان بيفرلي هيلز كانت كتير حلوه، هي حلوه الطريق، هيك الطريق كله وديان وجبال وما بعرف شو.
وصلنا وصفينا بالباركينج تحت الارض على اساس كل شيء تمام، برا كانت مشمسه، بس طلعنا بالاسانسير طلعنا لفوق كبس شتت علينا. فتنا على اول محل شو كان اسمه كيف، برمنا هيك بس ما في شيء ما نشتري، نزلنا لحتى شمست شوي ظهرنا، برمنا كسترنا، عملنا شوبينج، اشترينا هيك كم شغله انا وماما. مستحيل انا وماما نروح شوبينج ما نشتري شيء. خلص عندنا رحنا تعشينا بمطعم سوشي، مطعم تاني قلنا هات لنغير نجرب شيء جديد. انا خيي بيقول انه هون السوشي كتير فريش، ما بعرف اذا بيتصيدوه من هون ولا ليه هالقد فريش، بس بكندا السمك بعتقد بيثلجوه برجع بيحلوه وبقصوه بيبيعوكن هي ني. انه في ناس بيقولوا انه احسن انه يتثلج هيك بيقتل كل هود الجراثيم. انا خيي كتير بحب هود السوشي الني، كل السمك الني كتير بحبهم. اربع كانت اخر يوم الا ماما وخيي هون. شو عملنا؟ رحنا على محل اسمه فريندز بيوتي. هو محل سبيشال افكتس وكل شيء للميك اب ارتست لهوليوود. نحن عايشين بمنطقة فيها كل الاستوديوز تبع هوليوود. هذا المحل اسمه فريندز، بيبيع كل شيء سبيشال افكتس ميك اب. هو اشياء كأنه حدا متصاوب. وثابت انه اصحابه لبنانية واصحابه قرايبينهم بكندا هن رفقة مع خيي، فرحنا لعندهم. رحنا على تريدر جوز. انا كل مره بيجي على امريكا بروح على تريدر جوز بجيب كل شيء ما في سناكس. فقلت لي ماما جايبه لي بس شوفوا هذا المحل كيف شكله. فرحنا حملنا كل شيء. I think حطيت الفيديو in my shorts. and then رحنا على الهوليوود ساين. هلا احنا بيتنا ورا الهوليوود ساين، انتم ماشيين وشايفين الهوليوود ساين قدامكم، نحن بيتنا ورا الجبل. فكذا مره نقطع قدامه نشوفه لازم نروح نقصده، نكون عنا تيب نتصور هونيك. فرحنا it's a iconic thing انه the Hollywood sign معروفة حول العالم. and then وصلنا على المطار and that's it. امبارح ما عملت شي. امبارح انا قاعدة بالبيت، كان اول يوم صيام، اعمل وجبة غسيل اجا على الكنباية، دور رجلي اجا على رجلي كم صحن اجا على الكنباية، مسح الارض اجا على الكنباية، كل نهار قضيتها هيك and that's it. هلا عرفتوا كل شي. اوكي اليوم اخر يوم الي بكاليفورنيا. هلا عم جرب خلص كل شيء بدي اعمله. بعرف اذا سامعين النشافه. قبل شوي دورت الغساله وهلا نقلبن. نظفت المطبخ، حممت، عملت شعري and then هلا صورت ماي هاند باج كولكشن هون. سوري على انا صار لي زمان كثير بقول انه بدي اعمل هذا الفيديو بس ما عم لحق بكندا، وحتى هون ما عم لحق. فنطرت لليوم اخر يوم لانه خلص بدي صوره لانه هو جديدين رح اتركهم هون. قلت خلص هيدي الفرصه اني اصور هذا الفيديو. بدي ضب جديدين هلا and then بدي اصور بعد فيديو واحد and then بدي ضب الشنطه لانه بعدني مش ضب الشنطه. I'm so bad. عادة ما بنطر لاخر ثانيه مثل هيك بس ما بعرف. فهون هيدي غرفه الضيوف. هاي الزاوية اللي حاطة فيها كل الأغراض اللي بدي اخذهم معي. امبارح رحنا عند باث اند بودي وركس ورحت عند تارجت ورحت عند تريدر جوز وهيك. كمان بدي اشوف هون بهاي الخزانة شو بدي اخذ معي شو زيت. and then في هيك اشياء بدي اعملها هيك على السريع، مثلا ليك هيدي الطاولة بيني مرتبة كل شي تمام. هول الورديات رح يعفنوا بدي كبون. هودي I think مرتبين ما بهون شي. هيدي السلة بدي رتبها. هون المحروس بس يجي بكب كل اغراضه فيها، فليترلي كبب ساعاته هون. هيدي بيبر سبراي، هيدي ممنوعة بكندا بس هيدا اذا حدا بيعتدي علي برش انا برش عليه هيك شي حار. لانه هديك اليوم رحت عند بتيك وجبت كاندل بهيدا الكيس بدي كبه. هيدي هي الشمعة. هنا دي بتيك بكل بلد، مش كل البلاد بس في كذا بلد عاملين هيك شمعة ليميتد اديشن بس لهيدا البلد. عرفتوا كيف؟ فهيدي لبيفرلي هيلز. ريحتها حامض هيك حمضيات. I love it. هيك it's very cute. خلصت كل شغل البيت، عملت فاكيوم، مسحت، خلصت الغسيل وطويتهم وضبيتهم. خلصت ضب الشنطة، نمت شوي. ما بعرف اذا مبين علي. عم فكر اني اشيل ماي ميك اب لانه الرحلة هي اوفر نايت، يعني بتمشي الطيارة من هون الساعة 11 بالليل ووصل على كندا الساعة 9:30 الصبح، فما بعتقد حدا اصلا يشوفني. هاي الشنطة all done بس بدي سكرها وزينة. هلا ضايل المحروس لحتى يجيب عشاء لاني ما طبخت ولا شيء. على فكرة رح اعمل سلطة هيك على السريع. الافطار على شي الساعة 6 تقريبا. بنروح المطار 7:30 يعني. بفطر بصلي بضلني ماشي. I think هيدي هي سلطة انا مشهورة فيها بالعائلة لانه امي واختي ما بعرف اذا خيي ضيقة بس المحروس كتير بحبها.
اول شي جاطين، جاط بس افرم وجاط بس غسل. هذه الجاطات جبتهم من تارجت، they're so good لانه من تحت كاوتشوك فما بيسحطوا على المجلة. هلا ما بنصحكم انه تجيبوا خس هيك على انه عادي تجيبوا خس، بس انا لانه وصلت المحل اجيب لي خس كل يوم قبل ليهم هيك بتيجي كل ورقة لحالها. it's so extra. هودي بيبي سبرينج ميكس يمكن روكا بيجوا هيك. راح اغسلهم وارجع. هلا هن بيقولوا انه مغسلين خالصين بس انا I don't trust them. يعني بحس انه انا لازم اغسلهم بايدي لحتى اتاكد انه عن جد مغسلين. تركتهم ينشفوا شوي فقلت بدي افرم بصلة حمراء وبقطعها جوانح I think. انا لانه البصل بيعمل لي نفخه فبحب القطع يضلون هيك كبار شوي لحتى اقدر نقيهم انا عم باكل. فتفتهم بحطهم بالجاط. لا كل شغله رح طلعها من الجاط وبس اتاكد انها ناشفه رح بلش بالخس. وانا بحب السلطه مفرومه ناعمه بحس بتطلع اطيب بكتير. فكر حطهم بالجاط الكبير لانه بيساع اكتر وهيك بيستحكم بالحركه. السر لهي السلطه هو هون عند البهارات. اوكي وين بدنا نبلش؟ نبلش بالملح اكيد. بهار اسود. وينه؟ هيدا اللي اسمه تشيلي لايم بيعطي حموضة وشوية حر. سماق، هو السماقات من ضيعته او ضيعة امه للمحروسة اللي بتجيبهم هي من لبنان. زيت زيتون. هلا اخر شي واطيب شي فيها للسلطة اللي بحليها للسلطة هي جبنة الفتة. انا بجيبها اللي بتكون هيك كرامبل، ما بعرف مفتفتة. كمان بخلطها اطيب سلطة بالعالم. يلا بعد 15 دقيقة باكلها.